الإخبارية السورية بدأت. أهلا بكم. أعاد فلسطينيون إحياء مأساة المهاجرين مسرحيا على شواطئ غزة، وذلك تضامنا مع سوريا وأبنائها، وخاصة الذين دفعتهم السياسات الغربية والإقليمية بدعم الإرهاب إلى مغادرة بلدهم والخوض في المجهول. مراسلنا في غزة محمود عليان، وهذه المتابعة. ركبوا البحر بعد أن ضاقت بهم الأرض بما رحبت. سوريون دفعتهم حمم نيران الغدر والإرهاب إلى الخيار الأصعب. طفت أجساد بعضهم على الماء غرقا. مشهد دفع الفلسطينيين للتضامن الكامل مع سوريا، تضامنا مع أطفال سوريا، من الأطفال اللاجئين هنا في قطاع غزة في المخيمات وفي القرى وفي المدن الفلسطينية، الذين يعلنون تضامنهم الكامل مع أطفال سوريا ومع كافة اللاجئين الذين حاولوا البحث عن الحياة بين الأمواج التي ابتلعتهم. يشعر الصغار هنا بصورة الطفل الغريق يبسط حذاءه في وجه كل من تكالب على سوريا. عرض فني جسد حالة آلاف ممن وصل بهم المطاف إلى هذا، وآخرون يجهل مصيرهم. رسالة لكل الفنانين بأن يتضامنوا مع أهلنا في سوريا على طريقتهم الخاصة، إما بالشعر والكتابة والتمثيل، إلى كل الفنانين. حسينا بالحزن كتير، وإنه إحنا معاهم. ما فيش فرق إنه لما انحرق الطفل دوابشة والطفل اللي غرق إيلان، إحنا إيد واحدة، وما يعني كل الوطن العربي معاهم، مش بس إحنا. أنا ببعث لكل شعب سوريا تحياتي. خصوصية التضامن الفلسطيني تكمن في كونهم أصحاب تجربة عبر البحر عقب العدوان الإسرائيلي الذي كانت نتائجه قاسية كذلك. تربى الصغار على قصص القبطان المنقذ الذي يجوب عباب البحر ليخلد الأطفال في نهاية الحكاية آمنين. انقلبت الظروف واختلفت أهداف ربان السفينة، وتقاذفت أمواج البحر براءة الطفولة كما هي سياسات بعض الدول الأوروبية. محمود عليان، الإخبارية السورية، قطاع غزة.